الموبايل ده هو أقوى وأنضج آيفون عادي أبل أطلقته في التاريخ. النهاردة هنتكلم عن الآيفون 16، الآيفون اللي يستحق فعلا إنك تشتريه. السلام عليكم، ازيك يا غالي؟ الاخبار معك احمد صدوم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ما تنساش تشترك في القناه وتفعل الجرس وتعمل لايك للفيديو لو عجبك، وتتابعنا حسابات على السوشيال ميديا، تلاقي اللينكات موجوده في الديسكربشن. تفسير الكلام اللي قلته قبل الانترو عن الايفون 16 هيكون كالتالي. لو جينا نبدا بالتصميم فهتحس ان خلاص ما بقاش فيه ايفون برو وايفون عادي عند ابل، لان بلا مبالغه الفرق الوحيد في التصميم دلوقتي هو الفريم التيتانيوم اللي بيجي في اجهزه البرو، في حين ان العادي والبلس بيجي بفريم من الالومنيوم. واحب افاجئك لاني من ساعه ما استخدمت الجهاز ده ما حطيتلوش كفر اطلاقا، ان ماسكه الفريم الالومنيوم احسن من التيتانيوم. ما تتهورش وتقعد تقول ايه الهبل ده. بالنسبه لي حسيت الاحساس ده لان الفريم الالومنيوم اللي موجود في الايفون 16 ما بيبصمش تحت اي ظرف من الظروف. كده كده خلاص الظهر بقى من الازاز المصنفر اللي كان بيجي في اجهزه البرو قبل كده. شكل الكاميرات اتغير بقى شبه البرو جدا، وحجم النافذه وحجم العدسه نفسها وبروزها عن الجهاز بقى شبه البرو جدا. انت لو بصيت للجهاز ده من الجنب كده مش تعرف اصلا ان هو جهاز عادي. الاكشن بوتن اللي اتضاف في حين انه كان حصري لاجهزه البرو السنه اللي فاتت، الزرار او بلاش نقول عليه زرار، الكاميرا كنترول الجديد اللي هنتكلم عليه بعد شويه بقى موجود في الجهاز العادي. السيراميك شيلد المطور اللي بقى اقوى من الجيل اللي فات بنسبه 50%، بقى مقاوم للخدوش والصدمات اكتر. وكل الحاجات دي واكتر في جهاز وزنه 170 جرام ويبقى غطسان في ايدي وبقدر استخدمه بايد واحده، وفي نفس الوقت موصل لي كل الاحاسيس اللي بحسها لما بمسك جهاز فلاج شيب. يبقى فعلا ابل طورت جدا جدا، وصلت لمرحله نضج عبقريه في التصميم مع الايفون 16 اللي لسه مقاوم للميه والغبار برضه بمعيار اي بي 68 اللي لا ينقصه اي شيء تماما في التصميم، ولكن ينقصه شيء صغير كلنا عارفينه هنتكلم عليه بعد شويه لما ندخل في الشاشه. ولكن قبل ما نتكلم عن الشاشه حابب اوريك الهودي التحفه اللي احنا بنصور بيه النهارده، الهوديز الخاصه بينا ببراند بيكسلات. لو ما تعرفش ايه براند بيكسلات ده وايه ايه الهوديز الخاصه بيك دي يا صدم، لازم تروح تعمل فولو على انستجرام عشان تشوف الفيديوز اللي اتكلمنا فيها عن رحله اطلاق براند بيكسلات. هو لسه وقت تصوير الفيديو ده ما اطلقش رسميا، احنا لسه مستلمين الهوديز وبنتشيك بقى على الكواليتي والطباعه والتلبيس والكلام ده، واكتشفت ان الموضوع تحفه. كل قطعه ملابس هتخرج من براند بيكسلات هيكون ليها قصه مرتبطه بالحاجه اللي بنحبها، اللي هي التكنولوجيا اللي اصلا انت بتتفرج عليها دلوقتي عشانها. قصه بتربطنا كلنا ببعض، قصه بتعبر عن مشاعرنا كشباب، قصة هتخليك فعلا متحمس ومبسوط جدا لما تلبس هودي من بيكسلات. وقريب جدا عامل لك فيديو كامل بقى بيتكلم عن الموضوع ولينك الويب سايت وازاي تاخد خصومات وكل الكلام الجميل ده. طيب خلينا نرجع لشاشة الايفون 16 اللي بعيدا عن العيب اللي انت وانا وكلنا عارفينه، الشاشة دي هي بلا مبالغه شاشه فلاج شيب. الشاشه اللي بمقاس 6.1 بوصه من نوع سوبر ريتنا اكس دي ار اوليد بمستوى سطوع بقى يوصل دلوقتي ل 2000 نتس في البيك برايتنس، تقدر تنزله ل1 نتس عشان لو بتستخدمه في الاماكن المظلمه، الداعمه للاتش دي ار 10 والدولبي فيجن، واللي تيجي بالدايناميك ايلاند الجديده اللي خلاص مستخدمي ابل بقوا شايفين ان هي بتعبر عن هويتهم وهويه الايفون اللي هم ماسكينه. فالشاشه دي بتديك تجربه مشاهده محتوى والوان عبقريه دقيقه بنسبه 100%. وما تقوليش ان انا ممكن اقدر اتحصل على شاشه شبه دي يا صدم في جهاز ميد رينج ب 400 $500. لا، مفيش الكلام ده. عشان تحس فعلا وتصدق اللي انا بقوله لك، انت لازم تجرب شاشه الموبايل ده ولازم تستخدمها ولازم تحس وتستمتع بالالوان وبالكواليتي اللي هي بتقدمها لك. ولكن طبعا العيب الوحيد واللي هيفضل مطاردنا مدى الحياه تقريبا مع اجهزه الايفون العاديه هو تردد الشاشه. الشاشه دي لسه ترددها 60 هرتز. بص عشان اكون صريح معاك،
لو انت متعود على جهاز شاشته 120 هرتز وجيت تنزل ل 60 هرتز ممكن تتعب حبتين، ولكن مش هتقدر تستخدم الجهاز. هو فعلا في الاول بتقول ايه القرف ده اول كام يوم كده انا مشلول حاسس ان الجهاز بيهنج، ولكن بعد كده هتحس انك اتعودت. احنا طول عمرنا بنستخدم اجهزه 60 هرتز، فلو جيت تستخدم الجهاز ده بال 60 هرتز مش هتعاني اطلاقا، وكمان مش هتعاني بل هتستمتع بالصوت اللي بيخرج من العبقري ده. الصوت اللي بيخرج من الجهاز ده حاجه مرعبه. ولو جينا نتكلم عن مدير كل هذه المهام ومدير الجهاز بالكامل الا وهو المعالج، هنلاقي ان الايفون 16 نط جيلين كاملين في المعالج، لان اخوه اللي فات الايفون 15 كان بيجي بمعالج الاي 16، الايفون 16 بيجي بمعالج الاي 18 الجبار اللي مفيش اي حاجه بلا مبالغه هتقف قصاده، بل كمان مع زياده في الرام عشان توصل ل 8 جيجا بايت. فالاداء اللي هتاخده من الجهاز ده هو اداء مرعب. الجهاز ده قادر على فعل اي شيء بلا مبالغه، بدايه من الاستخدام التافه العادي بتاعنا خالص السوشيال ميديا والكلام ده الى العاب الكونسول. الموبايل ده تقدر تلعب عليه العاب بلاي ستيشن زي اساسنز كريد، زي ريزيدنت ايفل، وهينزل له العاب اكتر واكتر كمان. وطبعا الالعاب العاديه بتاعتنا باب جي ومورتال كومبات وكل الكلام ده بيشغله بمنتهى السلاسه والقوه والاداء المتوحش. واضافه لكل ده التبريد في الايفون 16 دلوقتي بقى احسن مما كانت عليه اجهزه الايفون من قبل. الجهاز ما بقاش يسخن قوي زي ما كان ممكن يحصل قبل كده، لان الالعاب اللي بكلمك عليها دي جربتها على ال 15 برو العادي. ال 15 برو كان بيولع. هنا الموضوع اهون بكتير جدا جدا. ولسه طبعا محافظين على التايب سي، والايفون 16 هو اول ايفون عادي هيكون داعم لمزايا ابل للذكاء الاصطناعي، الابل انتليجنس، اللي لغايه دلوقتي غير محمسه اطلاقا حتى بعد ابديت الاي اس 18.2. سيري بقت احسن اي نعم، وبقت تستخدم تشات جي بي تي عشان تجاوب على اسئلتك. بقت تقدر دلوقتي تستخدم الكاميرا كنترول لما تضغط عليه ضغطه طويله عشان يعمل زي جوجل لينس كده، بيتعرف على العناصر اللي قدامه، تاخد له صوره، تسال تشات جي بي تي ايه اللي قدامك ده، تعمل سيرش حتى على جوجل. دي ميزه لطيفه جدا ولكنها قديمه جدا جدا. تم اضافه البلاي جراوند اللي تقدر من خلاله تعمل صور كرتونيه وانيميشن وما الى ذلك. وطبعا الرايتنج تولز او الكتابه باستخدام الذكاء الاصطناعي واعاده التنسيق وما الى ذلك، ده موجود من الابديت اللي فات. ولكن عشان اكون صريح معاك، كل الحاجات دي تقريبا انا شخصيا ما بستخدمهاش. كل فين وفين اما احب اعمل سيرش بصوره فممكن استخدم الكاميرا كنترول، ولكن الموضوع ده من ساعه ما اشتريت الموبايل ما عملتوش بجد بعيدا عن التجربه غير مره واحده. هكذا الجينيريتيف انيميشن او البلاي جراوند اللي بيعمل صور ده انا مش فاضي يا باشا اقعد، دي حاجات لعب حرفيا ان انا اقعد العب واعمل صور انيميتد ومش عارف ايه، حاجات ملاش اي 30 لازمه. الرايتنج تولز ممكن بستخدمها، ولكن بستخدمها على الماك اكتر، ان انا اعيد صياغه ايميل معين او كلام معين عشان يبان بروفيشنال اكتر، او يصحح لي الاخطاء الاملائيه او ما الى ذلك. وحتى لما كنت بعمله على الايفون اوريدي قبل الاي اي والكلام ده كنت بعمله على تشات جي بي تي ابلكيشن نفسه. مش عايز يعني اهبط من معنوياتك او حماسك للابل انتليجنس، ولكن هو ده الريفيو وانا بقول لك على اللي انا حسيته او اللي انا جربته لا اكتر ولا اقل. ولو حابب نعمل فيديو كامل عن مزايا الذكاء الاصطناعي والابل انتليجنس انزل اكتب لنا تحت في الكومنتس، او كل حاجه يعني عن ابديت الاي او اس 18.2. ومع كل هذا الاداء الجبار والفتاك وعدم السخونه وما الى ذلك، لان الجهاز ده بطاريته ممتازه جدا جدا مقارنه بحجمه، مقارنه بانه جهاز عادي مش برو ولا ماكس. الايفون 16 يقدر يوصل معاك لعدد ساعات تشغيل شاشه او سكرين اون تايم حوالي 7 ساعات. اليوم العادي خالص هيديك في رينج 6 ساعات. ده رقم كويس جدا مقارنه بحجم الجهاز. كمان الجهاز بقى يشحن ماكسيف لما يقارب ال 25 واط، والمفروض ان هو شحنه السلكي 25 واط، ولكن مش هيفرق معاك في اي حاجه. لو شحنت ب 20 واط هيفضل يشحن في نفس الوقت عادي خالص، اللي هو تقريبا من 0 ل 100% في ساعه ونص. لسه ابل متاخره جدا جدا طبعا في موضوع سرعه الشحن ده،
ولكن مفيش حاجه في ايدينا يعني. وطبعا الجهاز بيجي معاه الكابل الجديد اللي هو البريدد ده في العلبه بتاعته. انا معرفش انا ما اتكلمش ازاي عن الوان الايفون 16 المبهجه المشبعه اكتر من الاجيال اللي فاتت، على الرغم من اني مش من عشاق الالوان دي، ودي معادله صعبه جدا ان انا يعجبني لون جهاز انا اصلا ما بحبش الاصل بتاعه، او ما بحبش فكره الالوان المبهرجه دي. يبقى اللون ده عبقري جدا جدا بصراحه. طيب نسيبنا بقى من الالوان وكل الهوكس ده ونتكلم في المهم، نتكلم عن اللي شكلهم اتغيروا بقوا في نافذه مشبعه اكتر من اللون بتاع الجهاز نفسه، وبروزهم بقى اكبر وحجمهم نفسهم بقى اكبر، اللي هي الكاميرات. طيب لو جينا نتكلم عن كاميرات الايفون 16 فهنلاقيه بيجي بكاميرتين، العدسه الاساسيه او الكاميرا الاساسيه 48 ميجا بكسل بفتحه عدسه اف 1.6 مثبته بصريا بتقنيه السنسور شيفت. اما العدسه الثانيه في عدسه الالترا وايد المحدثه عن الجيل اللي فات، هي لسه 12 ميجا بكسل ولكنها بفتحه عدسه اف 2.2 وبقت داعمه للاوتو فوكس. معنى ذلك ان انت تقدر تصور دلوقتي ماكرو بالعدسه الالترا وايد، وهتقدر تاخد لقطات مميزه جدا جدا بيها في الزاويه الواسعه. وبالنسبه للعدسه الاساسيه ف 48 ميجا بكسل معناها ان انت تقدر تاخد الصور بتاعتك دلوقتي الديفولت او الوضع الطبيعي او الريزوليوشن الطبيعي ليها يبقى 24 ميجا بكسل، من غير ما تحتاج تفعل اي رو او اي وضع خاص بالصور الخام. لا، هتاخد الصوره بتاعتك بريزوليوشن اعلى وباحجام اكبر بحاجات عبيطه جدا. ممكن تلاقي الصوره ال 24 ميجا بكسل اكبر من ال 12 بميجا ولا 2 ميجا ولا حاجه في الرينج ده، يعني كأن معاك عدسه ثالثه دلوقتي في الاجهزه العاديه، ده بادئ من الايفون 15. بتاخد نفس البعد او نفس الصور اللي كنت تقدر تطلعها من ال 12 برو العادي وال 11 برو ماكس تقدر تطلعها من الايفون 16 مع الكروب اللي ابل بتاخده من السنسور، وبتحاكي العدسه ال 50 مللي عشان تطلع لك صور بورتريات محترمه يعتمد عليها. وبعيدا برضه عن الحوارات دي، بص الحته الجديده، يا نهار ابيض على الجنب، بص الكواليتي. مش عايزين نتكلم كتير بقى، خلينا نكمل كاميرات الايفون 16 اللي بتطلع نتائج مبهرة لأبعد الحدود. نتائج الكونتراست فيها زيادة بلوك ال 16 برو ماكس وال 15 برو ماكس والاتش دي ار السمارت اتش دي ار النسخة الأحدث. هتاخد صور مليانة تفاصيل وحاجة كده قمة في الجمال. والكلام ده سواء كان بالعدسة الأساسية أو العدسة الألترا وايد، وكل ده على الوضع الديفولت، لأن في حاجة تم إضافتها في الآيفون 16 أو السلسلة كلها اسمها الفوتوغرافيك ستايلز. الفوتوغرافيك ستايل ده كان موجود من أيام الآيفون 13 وما تمش اي تعديلات عليه تقريبا الا في سلسله ال 16. الفوتوغرافيك ستايل بقى محدث وقابل للتعديل بشكل اكبر بكتير. بتقدر تعدل على الصور بتاعتك من غير ما تبوظ الاساسيات بتاعتها، من غير ما تبوظ لون البشره. مش مجرد فلتر بيتطبق او لون بيتحط خلاص على كده، لا، ده فوتوغرافيك ستايل بيخليك تقدر تغير من اسلوب معالجه الكاميرا نفسه، لان انت تقدر تدخل جوه اعدادات الكاميرا. الموبايل بيخليك تختار 4 صور وبيخليك تقلب ما بين الفوتوغرافيك ستايلز اللي موجوده وتطبقها بشكل انت عينك تحب تشوف كل صورك المستقبليه عليه. انا دلوقتي بقيت اقدر اخصص اسلوب معالجه عينيا بتحبه غير اللي عينك بتحبه غير العين الشخص اللي هناك ده بتحبه. ومن الاضافات المرعبه برضو مع سلسله ال 16 واللي برضو ما تمش التفرقه ما بين العادي والبرو فيها، هي الاوديو ميكس. دلوقتي تقدر تصور فيديو بدوشه وحواليك اصوات كتير جدا، وبضغطه واحده تقدر تعزل صوتك وتحوله لصوت سينماتيك او صوت من كانه جاي من استوديو، او صوت الحاجه اللي في الفريم فقط. اي نعم، عدد المايكات اللي موجود في الايفون 16 اقل من ال 16 برو والماكس، فبالتالي ممكن التطبيق بتاع الاوديو ميكس ما يبقاش اقوى حاجه، ولكنه حتى مع الايفون 16 بيطلع نتائج مبهره جدا جدا. وعلى الرغم ان الايفون 16 ما فيهوش نفس عدد المايكات الاحترافيه اللي موجود في البرو، الا انه في ميزه الاوديو ميكس اللي بتحول لك الصوت لو حواليك دوشه او ما الى ذلك صوت نقي شبه اللي بيتسجل في الاستوديوهات. فدلوقتي احنا
وفي مزيكا شغالة، وفي صوت جاي من بره من الشباك و نجرب مع بعض كده الاوديو ميكس ده هيبقى عامل ازاي. ولكن اكتر اضافه بارزه في موضوع الكاميرات ده مع سلسله ال 16 هي الزرار اللي ابل ما بتحبش تقول عليه زرار، بتحب تسميه الكاميرا كنترول، اللي من خلاله تقدر بضغطه واحده وانت في اي مكان في الموبايل تشغل الكاميرا، او حتى تقدر تخصصه يشغل لك تطبيق تاني خاص بالتصوير. ولما تدخل على تطبيق الكاميرا، الزرار ده في ضغطه فيزيكال اللي هي زيه زي باقي الزراير العاديه، تدوس كده ياخد اجراء الا وهو انه ياخد لك صوره. وفي نص ضغطه كده الناس اللي استخدموا الايفون 7 والايفون 8 والاس اي هيبقوا فاهمينه، انك لما بتدوس دوسه صغيره كده تحس بفايبريشن كانك دوست على حاجه بس انت ما دوستش على حاجه، هي حاجه هابتك كده بتحصل جوه الموبايل. الهابتك او الضغطه الصغيره دي تقدر من خلالها تعدل في خصائص الصوره نفسها من خلال اوضاع ابل حطها لك، تقدر تنقل ما بينها لما تدوس ضغطتين، تتنقل ما بين الاكسبوجر والعمق بتاع الصوره والزوم نفسه والستايلز والتون وكل الكلام ده. هل الموضوع ده مفيد باي شكل من الاشكال او هتستخدمه كتير؟ انا عن نفسي ما بستخدموش في اي حاجه غير اني بفتح الكاميرا. ابل عامله لك اوبشن انك ممكن تلغي كل حاجه خاصه بالكاميرا كنترول ده اصلا، تخليه ما يعملش حاجه او تخليه يفتح الكاميرا بس، وتلغي الضغطه الضعيفه دي، لان انت بنسبه كبيره جدا وانت بتصور بالوضع الرأسي ده بطن ايدك هتتحكم في حاجات غصب عنك، لان مكان الزرار او مكان الكاميرا كنترول باشا ده مش حلو اطلاقا. وانا لولا ايدي كبيره بس فبقدر اوصل له يعني بسهوله نوعا ما، الناس اللي ايديها اصغر مني هتعاني. بص قريب من زرار الباور اصلا، المفروض الزرار ده يبقى مطرف شويه هنا، لا انت بنسبه كبيره هتبقى مغطي جزء من الشاشه اصلا عشان تقدر تتحكم في الحاجات اللي بنتكلم فيها دي. وعشان تصور لازم تضغط ضغطه قويه كده بنسبه ما ايدك ممكن تتهز خاصه لو انت بتتحرك. والمراجعين والمستخدمين هنا اتقسموا نصين، نص بيقول لك الكلام اللي انا بقوله لك ده ومقتنع بيه جدا جدا، والنص التاني بيقول لك ده مفيد جدا، ده انا بقيت استخدمه كتير جدا وسهل عليا التحكم في الاعدادات وسهل عليا مش عارف ايه. انا بصراحه شخصيا حاسس ان هو ملوش اي 30 لازمه. الاكشن بutton نفسه كاضافه في الايفون 16 احلى بكتير جدا جدا من الكاميرا كنترول ده. يعني انا ما كانش عندي مانع في الجيل ده بالذات انك ما يعني تميز البرو والماكس بالكاميرا كنترول ده وتسيب الاجهزه العاديه من غيره وتخلوا لنا شاشه 90 هرتز مثلا. وبعيدا عن التصوير الفوتوغرافي، الايفون 16 بيصور فيديو 4K 60 فريم في الثانيه اتش دي ار دولبي فيجن، تصوير مش هتشوفه في اي موبايل تاني غير اجهزه الايفون. فيديو شاربنس بتاعته واو، سكين تون واو، كل حاجه فيه واو، مش محتاجين نتكلم عن فيديوهات الايفون يعني. ولكن بالطبع ما فيهوش البروريس لوج لان اصلا المعالج نفسه ما بيدعمش الكوديك ده. ما اعتقدش ان في حد بيستخدم موبايل ايفون عادي هيبقى محتاج بروريس. ودي عينه فيديو 4K 30 فريم في الثانيه من الايفون 16 باستخدام اضاءات الاستوديو بدون رصها حتى بشكل احترافي، وانا شغلت الاضاءات وخلاص، وبدون استخدام اي ابلكيشن احترافي. بنصور من تطبيق الكاميرا الافتراضي وانا عامل فيها اساسنز كريد، وبدون اي تعديلات زي ما الفيديو طلع من الموبايل زي ما انت بتشوفه دلوقتي. وده فيديو الكاميرا الاماميه برضو 4K 30 فريم في الثانيه بدون اي تعديلات. والله يعني الموضوع ممتاز كالعاده. برضو السينماتيك مود بقى احسن كتير جدا وبقى يقتص العناصر بشكل ادق بكتير. بص هنا رغم الاضاءة وان العزل قوي كسوفت وير يعني ما سرحش في اي حاجة. واو تحفة. احنا هنا وصلنا للوقت اللي هقولك فيه ان فعلا الايفون 16 العادي هو اكتر جهاز يستحق انك تشتريه لو انت مش مستخدم محترف. يعني ايه مش مستخدم محترف؟ يعني ما بتطلعش فلوس من ورا الجهاز. انت لو معاك في حدود ال 40,000 جنيه، لان الجهاز ده سعره جديد في مصر حوالي 42 43 الف جنيه وبالدولار 800 دولار، لو انت معاك في رينج السعر ده فالايفون 14 برو ماكس ملوش اي 30 لازمه. هكذا ال 14 برو ممكن ال 15 برو يبقى اوبشن كويس لو هتشتريه مستعمل مقارنه بالايفون 16 فرق مش كبير. لكن الناس اللي ممكن تروح تشتري ايفون 14 برو ماكس
بنفس سعر الجهاز ده او يرخص عنه 1000 او 2، لا انت غلطان. لان بلا مبالغه انت لو مستخدم عادي مفيش اي حاجه تاخدها غير ان كاميرا ال 14 برو ماكس بتوصل 3x بدل الكروب ال 2x اللي هنا، وان شاشته 120 هرتز. ولكن هتيجي تبص على التصميم، فانت واخد هنا احدث تصميم عند ابل بالاكشن بوتن والكاميرا كنترول. هتيجي تبص على الشاشه، فانت واخد احسن شاشه باعلى طبقه حمايه موجوده عند ابل. عيبها الوحيد ان هي مش 120 هرتز. المعالج انت واخد اعلى معالج موجود في العالم بعد الاي 18 برو بتاع ال 16 برو والماكس. مفيش حاجه مش هتقدر تعملها هنا. واخد الابل انتليجنس، واخد اخر اصدار من اجهزه الايفون، فمعنى ذلك ان انت لسه فاضل لك 5-6 سنين من 2024 مش من 2022. واخد بطاريه جباره، واخد كاميرات ممتازه. حرفيا الجهاز ده مش ناقصه اي حاجه، وانا شايف ان هو الجهاز المثالي لاي حد معاه في رينج 40,000 جنيه. ومش بنتكلم على اجهزه الاندرويد برضو، لان مقارنه الايفونات بالايفونات حاجه والايفونات بالاندرويد دي حاجه تانية خالص. يعني لو جينا نقارن الجهاز ده بالاس 24 الترا ممكن الكلام يختلف. فلو انت عايز بقى مقارنه ما بين الايفون 16 والاس 24 الترا، انزل اكتب لنا تحت في الكومنتس وقول لنا ايه رايك برضو في ترشيحنا للايفون 16 انه احسن موبايل تقدر تشتريه حاليا، او احسن ايفون يعني تقدر تشتريه حاليا في الفئه السعريه دي، مش هيبقى ناقصك اي حاجه تماما. وبس كده. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتنزل تشترك في القناه وتفعل الجرس وتتابعنا على حسابات على السوشيال ميديا اللي كانت موجوده في الديسكربشن. كان معاك احمد صدومه، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، في امان الله. اهو الناس دلوقتي هتقعد تقول لي هو انت كل حاجه تحشر لنا فيها ال 14 برو ماكس في النص يا اسطى؟ هو انت اي جهاز عايز تقول ان هو كويس تروح لاطش ال 14 برو ماكس تقول انه احسن منه؟ هو والله الموضوع مش كده. يعني هو الموضوع ان انا ال 14 برو ماكس ده في فئه سعريه قذره قذره. وقلت قبل كده في شورت كنا عاملينه او تيك توك تقريبا ان هو ولا هو بسعر ال 13 برو ماكس فنقدر نقول اشتريه، ولا هو محصل ال 15 برو والماكس في المميزات الجديده. هو حاجه علقه كده في النص، ما اعرفش. شايف ان هو صفقه فاشله بكل المقاييس حاليا بصراحه. يعني انا عندي اوفر واشتري 13 برو ماكس احسن ما اروح اشتري 14 برو، او ادفع زياده حبتين، مش حبتين هو يا دوب يعني حاجات بسيطه خالص، واشتري الايفون 16 او ال 15 برو مستعمل. لكن 14 برو ماكس ده ما حاجه رخمه كده. غير ان الايفون 16 نفسه هو بجد مش ناقصه حاجه. هو والله مش ناقصه حاجه. هو بالنسبه لي انا كاحمد صدومه هو بس ال 120 هرتز. ولما بستخدم جهاز 60 هرتز او استخدم ال 12 برو ماكس وما بيبقاش معايا جهاز تاني بجربه عادي خالص، ال 60 هرتز بتعود عليهم. والله فعلا مش ناقصه اي حاجه، وبطاريته جميله وجهاز يا راجل، حتى شكل الجهاز نفسه شياكه، كل حاجه كده قمه في الجمال يعني. فانا مش هخاف ان انا فعلا اقول ان الايفون 16 هو جهاز مميز جدا، جهاز يستحق الشراء جدا جدا، ومظلوم جدا 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 يا راجل. في ناس كتير بتيجي تسال على اجهزه في الفئه السعريه بتاعت 40,000 جنيه، ما حدش بيجيب سيره ال 16 خالص. ليه يا جدعان؟ ليه يا جدعان؟ ده انت هتشتري جديد، هتشتري جديد في الفئه السعريه دي او بالسعر ده، في حين ان اي حاجه تقريبا موجوده حواليه هتبقى مستعمله. وما تنساش ان ال 15 برو على قد ما هو هيبقى صفقه احسن من الجهاز ده بالنسبه لي انا برضو، اللي انك هتشتريه مستعمل وممكن يبقى ضمانه خلصان وبطاريته هتبقى مستهلكه برضو كرقم يعني. وحتى بعيد عن الرقم هتبقى مستهلكه برضو، الجهاز نازل بقاله اكتر من سنه يعني. فالناس اللي بتخاف من المستعمل هيبقى بالنسبه لهم برضو الايفون 16 امن كتير يعني. فاهم حاجه؟